ببركة رسول الله، ونفرح بفرحة رسول الله، ونهنى بالهنا برسول الله، لتحيا الحياة برسول الله. فكنا أمة لرسول الله، وسودنا على الناس برسول الله، فاصطفانا لسيدنا رسول الله، واصطفى لنا المختار رسول الله. فكنا أمة لرسول الله، وكان القائد الشفيع لنا رسول الله. فالحمد لله على نعمة في الحياة هي مولانا رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا من تعاظم حتى رق معناه، ولا تردى رداء الكبر إلا هو. تاهوا بحبك أقوام وأنت لهم، نعم الحبيب وإن هاموا وإن تاهوا. ولي حبيب عزيز لا أبوح به، أخشى فضيحة وجهي حين ألقاه. أخالط الناس طرا في محبته، وليس يعلم ما في القلب إلا هو. قالوا أتنسى الذي تهوى، فقلت لهم يا قوم من هو روحي، كيف أنساه وكيف أنساه. والأشياء به حسنت من العجائب، ينسى العبد مولاه. ما غاب عني ولكن لست أبصره، إلا وقلت جهارا قل هو الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ورائدنا وطب قلوبنا ومعشوق أرواحنا ومهجنا سيد الوجود مولانا محمدا رسول الله، خير نبي وأعظم رسول. الله صافى لقلب المصطفى فصفي، وزاده رفعة من فوق كل صفي. نعم، وصرفه في الكائنات وفي جنات عدن بها للمؤمنين يفي. فزده مدحا فإن الفضل غير خفي، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرفي، وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي. الله زينه بالحسن فهو حسن، لما لمولاه في كل الأمور ركن. آوى إلى الله في سر له وعلن، لا يبتغي من ديار الموت منذ سكن سوى الحلال لقوت أو لستر بدن. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. الله نجى به نوحا من الغرق، كذاك نجى لإبراهيم من حرق. أقسمت بالله رب الناس والفلق، وحق من خلق الإنسان من علق، إن الذي أخجل الأقمار في غسق فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. عليك صلى الله يا سيدي يا رسول الله، ثم الرضا عن آل بيته الأطهار، وعن صحابته الخيرة الأخيار، وعن من سار وعلى الدرب سار إلى يوم القرار. ثم أما بعد، فيا معشر العاشقين المجتمعين على موائد الحب في سيدنا ومولانا رسول الله، استمعنا إلى القارئ العزيز وهو يدندن بآي من آي القرآن الكريم، فبدأ أول ما بدأ بقول الرحمن الرحيم، وهو يقول تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. الخطاب من الله، والمخاطب سيدنا رسول الله، والمقصود بكنه الخطاب أنباء يوحيها، وقصص يرويها، وتواريخ يحاكيها. فإن أردتم التواريخ وأردتم كيف تكون العبارات وكيف تكون الحكايات، فتعالوا ننبيكم عن تواريخ ما نحن فيه. إن أردتم التواريخ وأصولها فسلوا التاريخ متى
أول تواريخ ليعرفها التاريخ والناس والتاريخ والسير، فسينبيك التاريخ وقلم التاريخ أن أول ما خط بقلم خط بيدي سيدنا إدريس، وما كان إدريس إلا في مصر المحروسة بآل بيت مولانا رسول الله. فبدأ التاريخ منها هنا، ثم عرجت القراءة على قوم عاد، مرورا بعاد وثمود، ووصولا بالخليل إبراهيم. فسل سيدنا إبراهيم كيف رأى المصاهرة، كيف رأى المصريين حينما جاء إلى أقطارهم وجاء إلى بلادهم، كيف رأى عاداتهم، كيف رأى سماتهم، كيف رأى طبائعهم، كيف رأى أخلاقهم، كيف رأى ودهم، كيف رأى صنيعهم، كيف رأى حبهم، كيف رأى احترامهم، ليختار منهم أفضل زوجة ليكون منها أفضل عقب ليخرج منها سيدنا إسماعيل الذي لم يخرج منه نبي من صلبه الطاهر إلا سيدنا ومولانا رسول الله. فكان لنا حق بصناعة التاريخ أن نكون أخوالا لحضرة النبي، نعرف للنبي قدره ونعرف للنبي عظمه. ثم سل التاريخ وسل موسى عن التاريخ، كيف رأى التدلي، وكيف رأى التحلي، وكيف رأى جلال التجلي، كيف رأى الطور يوم أن نوجي من فوق 7 سماوات، يوم أن سأل ربه الرؤيا: يا موسى كيف رأيت التدلي وكيف كان التحلي؟ سينبيك موسى بأن جمال التجلي لم يكن على أرض في سائر الأقطار وفي سائر العوالم إلا على أرض الطور بسيناء، وما طور سيناء إلا بمصر المحروسة بآل سيدنا ومولانا رسول الله. ثم سل سيدنا عيسى كيف رأيت مصر، وكيف رأت أمك البتول مصر وما فيها، وكيف بشرت الناس وبشرت العوالم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ثم سل المعراج والإسراء، سل سيدنا رسول الله يوم أن جاء ليحيا ولتحيا به الأراضي ولتحيا به العبير وليحيا ولتحيا به الحياة يوم الإسراء. سل سيدنا رسول الله هل كان لمصر تشريف من أقدامه؟ سيقول لك التاريخ بأن طور سيناء جاءه رسول الله وعبره رسول الله ونزل عليه رسول الله وصلى حيث موسى قائم في كتيبه وكتيبه الأحمر. هنالك في طور سيناء صلى رسول الله حيث طور سيناء، وما سيناء إلا بمصر التي حل فيها آل بيت رسول الله. إن أردت التاريخ وما فيه، وإن أردت الحكايات وما فيها، فتعال بنا إلى التاريخ مرورا بعد رسول الله. سل آل بيت المصطفى يوم أن ألمت عليهم الحوادث واحتكمت عليهم الأقادير والأقدار واحتدمت عليهم شرور الأشرار، يوم أن ضاقت عليهم الدنيا وخيروا من شرار الناس، اختاروا قطرا سوى مكة والمدينة، ما اختاروا وأين اختاروا وماذا اختاروا وأن اختاروا سوى مصر. فجاء آل بيت المصطفى في أصعب الظروف مصرنا، فحلت مصر وجلت مصر وتكرمت مصر وتحلت مصر واستنارت مصر بعد أن قدمها واختارها آل عطرة المصطفى عن سائر الأقطار، فتنورت مصر بأحفاد مولانا رسول الله. وسل التاريخ عنا، من سجل أبهى أنواع العنونة، من أكثر الناس فرحا بالنبي، كيف تكون فرحتنا برسول الله، وكيف تكون أعيادنا بآل بيت المصطفى. انظروا إلى المصريين وهم يأتون تحت هذه القباب، يلوذون بحضرة الجناب ويقبلون
وخربت البلاد. نرجو من الله العمار والخلاص يوم أن ألموا على أقطارنا العربية والإسلامية وقصدوا مصر المحروسة. كيف كان أمانهم وكيف كان ضمانهم بعدما استعاروا حنان وكرامات أجدادهم؟ كيف كان أمانهم وكيف كانت أمانيهم بدعاء أمهم السيدة زينب بعدما تداعى الدواعي وبعدما تداعى أعداء الإسلام وقصدهم مصر المحروسة؟ كيف كانوا في أمان؟ كيف كانوا في إيمان؟ كيف كانوا في وحدة؟ كيف التأمت أشمالهم وكيف ترابطت شمائلهم وكيف توحد الصف وكيف اجتمع الشمل؟ وما كان ذلك بعد هذه الدواعي كلها وبعد تلك الأعاريب وتلك الحيل التي اختالها أعداء الإسلام. ما وجد المصريون أمانا إلا بصيصا من كرامات قبول دعاء السيدة زينب لمصر المحروسة. آويتمونا آواكم الله، نصرتمونا نصركم الله، أكرمتمونا أكرمكم الله. تلك الدعوات خرجت من فم طاهر فعرفت طريقها إلى السماء فكتبت للمصريين وسجلها التاريخ. بلد هذا شأنه وقطر هذا أسلوبه، يفرح بالنبي ويفرح بأهل بيت النبي واختاره أولاد النبي وسكنه أحفاد النبي. أتوا من كل البلاد ليعبرون عن فرحتهم برسول الله وعن كيانهم وتعبيرهم بالوداد في رسول الله، وما ذلك افتراء ولا فرية منهم، بل سمعوا عن رسول الله بكلام من رب رسول الله تلاه علينا رسول الله وبلغه علينا المصطفى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فأكثر من ود رسول الله وجبر الخاطر بالجميل هم المصريون في أولاد المصطفى، فكانوا عند حسن ظن دعاء سيدتنا زينب لهم وعند حسن ظن جبر خاطر وضمير سيدنا ومولانا رسول الله. فهنيئا لكل مصريين وهنيئا للتاريخ يوم أن كتب عن مصر: مصرنا محروسة، مصرنا مؤيدة، مصرنا منورة بالأبطال وبالسادة الآل وبالخيرة المنورين من أحفاد وأولاد سيدنا رسول الله. فافرحوا وأديموا الفرح وعبروا عن حبكم وعبروا عن ودادكم لسيدنا رسول الله. فأول من تعبدونه بحبكم للنبي هو رب النبي. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تلك تواريخنا فأبرزوا لنا تواريخكم أيها العالم المظلم. وهذا من فضل الله علينا. اللهم أسعدنا بسعادة المصطفى وأكرمنا بكرامة آل المصطفى واجمعنا تحت قباب آل بيت المصطفى. أسعدنا بالمصطفى وأكرمنا برسول الله وأسعدنا بسيدنا ومولانا رسول الله واجمعنا جميعا في رياض سيدنا رسول الله حتى نلقى على الحوض سيدنا رسول الله فيرضى عنا رسول الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام طوف بنا فضيلة الدكتور عبد الرحمن العسكري إمام وخطيب هذا المسجد المبارك، مسجد سيدتنا فاطمة النبوية رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، بنت سيدنا ومولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، حفيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طوف بنا حول بلادنا مصر المحروسة وآل بيت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون،
في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. نحيا الآن مع هذه المدائح النبوية والابتهالات وفضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابية. مفهوم الملائكة. طب احنا عايزين كده نقرب كده الناس اللي ورا ومريحة على العمدان وكده، نقرب عشان الملائكة تحفك. يا جماعة الخير قربوا كده عشان كلكم هتشتغلوا معانا ونصلي على الحبيب، وليلة إن شاء الله ليلة مبروكة بالصلاة على سيدنا النبي.